صباح الخير لكل متابعيني، واتشرف دايما بمتابعتكم وتحياتي ليكم. طبعا حابب النهارده ان انا اتكلم على تنظيم كاس العالم في دولة قطر 2022. حقيقي تنظيم على اعلى مستوى يشرف كل عربي، وبتمنى دايما التوفيق والنجاح لكل الدول العربية. وحقيقي كان تنظيم مميز جدا من جميع النواحي، رغم التشكيك وكلام كتير جدا قبل البطولة ان البطولة مش هتتعمل وهتتسحب والكلام ده. فطبعا اولا ده شرف لكل عربي ان كاس العالم بيتنظم في دولة عربية، فهو اكيد فخر لكل عربي. طبعا بهنئ الشعب القطري واخواتنا واهلنا اللي عايشين في قطر. بتمنى دايما ان شاء الله تدوم المحبة ويدوم الخير. وحقيقي كنت برضو مبسوط بدعوة طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر في افتتاح كأس العالم، وحقيقي حاجة مشرفة جدا. واتمنى والله ان يسود الاحترام والود دايما ما بين الدول العربية، وترجع كده كل الدول العربية على يعني في ايد واحدة، لان احنا في الاول والاخر عرب. وشرف لكل عربي ان دولة قطر هي اللي بتنظم كأس العالم. واعتقد ان العالم كله بيتفرج على البطولة لانها بطولة مهمة. وندخل بقى على مباراة قطر والاكوادور. حقيقة انا الواحد على قد ما هو فرحان بالتنظيم، وفرحان طبعا ان دول عربية بتشارك في كأس العالم، على قد ما انا حزين ان مصر مش متواجدة في البطولة. ومباراة امبارح قطر والاكوادور بينت فروقات كتيرة جدا، لانك انت لو كنت قبل البطولة لو كنت مركز ولعبت منتخب، بس طبعا مش عايزين نرجع للي فات، واكيد كلنا حزنانين عدم تواجد منتخب مصر في البطولة. كنا ممكن نقدر نعمل اداء مشرف زي ما عملناه في امام بلجيكا من حوالي 4 ايام يعني. اكيد كله حزين وكله زعلان ان منتخب مصر مش متواجد في البطولة. بس اتمنى ان شاء الله الفترة اللي جاية نقدر نوصل للمرحلة الافضل، لان منتخب مصر دايما يعني على مدار تاريخه اعتقد ان احنا الحمد لله احنا اسياد افريقيا من بطولات، والبطولات غايبه عننا بقى لها 12 سنه. وطبعا كانت اخر حاجه كانت وصلنا كاس العالم، وكنا نتمنى ان احنا برضه نبقى متواجدين في كاس العالم قطر 22، قطر 2022 انا اسف. اكيد كان هيبقى فيه متابعه جماهيريه، خصوصا كمان ان لينا اهلنا واخواتنا سواء من دوله قطر او المصريين اللي عايشين في قطر. اعتقد ان كان هيبقى فيه دعم جماهيري كبير جدا لمنتخب مصر. حابب ان انا اتكلم على ملخص المباراة. انا بصراحة ما كنتش متوقع الاداء من منتخب قطر بالشكل ده، خصوصا كمان ان الاكوادور يعني مع احترامي ليهم او مع احترامي حتى لمنتخب قطر يعني الفرص كانت متقاربة. يعني منتخب قطر لو كان مركزين من بداية المباراة، ده سيبكم من كده بقى، ان كمان حتى يعني انت بتلعب في بلدك وفي وسط جماهيرك، وكان في يعني جماهير كتير جدا متواجده. فين الروح؟ فين الاداء؟ ان انت بتمثل، بتدافع عن الوطن بتاعك، بتدافع عن تيشيرت المنتخب بتاعك. الروح دي حتى ما كانتش موجوده. اللعيبه حتى الفوارق البدنيه والفوارق الفنيه حتى لدرجه ان انا ما شفتش لاعب مميز حتى اللي هو الواحد يتكلم عليه يقول اه ده لعيب ده مميز. بصراحه موضوع صعب جدا، وخصوصا ان انت المفروض ان انت مستعد. فين الاستعداد؟ انا شايف ان منتخب قطر ما كانش ليه اي استعدادات قبل البطوله على الاداء اللي انا شفته ده بصراحه امبارح. لا يعني بصراحه بعيد تماما يعني، ولا استلام ولا حتى باص مثلا، ولا حتى ناحيه هجوميه او دفاعيه. لعب، انا اسف مع احترامي والله كل التقدير والاحترام للاعيبه منتخب قطر، لعب بدائي، لعب بطء تحضير حارس المرمى. يعني بصراحة يعني مهزوز. يعني قراراته كلها غلط. عامل توتر للمدافعين. المدافعين نازلين في توتر بشكل غير طبيعي، مفيش تنظيم دفاعي ولا حتى في وسط الملعب ولا حتى هجوميا. فبصراحة أنا يعني مستغرب بصراحة. يعني قطر عملت كل حاجة، تنظيم، ملاعب، جماهير، بس فعلا بجد الموضوع ان انت لعيبه منتخب قطر لا دون المستوى ومستوى اقل. يعني والله العظيم لو منتخب مصر كان بيلعب الاكوادور والله كنا نكسبهم مستريح كمان. اولا معظمهم شباب صغيره بيلعبوا يعني اللعب السهل، بيلعبوا اللعب اللي على قدهم. واعتقد ان الاكوادور ممكن يعني اخرها ان هي تعدي المرحله، وممكن ما تعديش كمان، لان فعلا
يعني عندك منتخب السنغال منتخب قوي، عندك منتخب هولندا منتخب قوي. يعني ما اعرفش بصراحة يعني فين الاستعدادات لمنتخب قطر في قبل البطولة. حقيقي يعني وانا بتفرج على المباراة، لا مفيش امكانيات، الامكانيات غير متواجدة خالص في المباراة مع امام الاكوادور. هنخش في شق تاني ان وكالعادة يعني انا ما اعرفش هنخلص من القصة دي امتى. وطبعا استاذ حسين لبيب، والله بص انا ما اتعاملتش معاه شخصيا، بس الراجل ده انا بسمع عنه دايما ان هو من الشخصيات المحترمه ومن الشخصيات الجميله ومن الشخصيات المهذبه. وفي حاله الراجل زهق ونزل بيان، يعني بيان قوي بصراحه. خلاص بقى، ما هو الواحد ليه طاقه وليه بشر، احنا جماعه بشر دايما يعني بشوف الناس بتلوم على رد الفعل وبتنسى الفعل. لحد امتى هنفضل كده؟ يعني انت حتى في اجواء كاس عالم برضو لازم يعرف اللي هي الحته اللي تطلع دي ويقعد يغلط في الناس ويشكك في الناس. فالناس خلاص بقى زهقت. ما هو كله هيرد وكله هيحاول يرد، لانك انت بتتكلم في اعراض وفي ذمم وبتغلط في حقوق ناس وبتتهم ناس بالباطل وعمولات. كفايه بقى بجد، كفايه بقى والله بجد، الموضوع بقى رخم. يعني ليه دايما ما بتبصش الناحيه التانيه؟ ان دوله قطر يعني عملت دعوه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعملت رئيس الاتحاد القطري عمل دعوه لكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب طبعا ربنا يشفيه اعتذر ان هو مش هيبقى متواجد. طيب انت مش بتشوف ان في فوارق كتيره جدا في الدعوات واحترام حتى الناس الرعاة او احترام الدول العربيه لكيانات زي كابتن محمود الخطيب وفخامه الرئيس؟ انت فين من الكلام ده؟ يعني انت مش شايف نفسك ان انت في القاع؟ حقيقي انت في القاع. برضو احد الاعلاميين طلع رد عليه، ما هو انت مش هتفضل تقعد تغلط في الناس وتشتم في الناس وتشكك في ذمم الناس وتتكلم في اعراض وفي ذمم ماليه وفي رشاوي وفي فساد والناس هتسكت؟ ما هو الناس دي عندها اسر، اللي عنده والده واللي عنده والدته واللي عنده اولاده واللي عنده العيله بتاعته واللي عنده احفاده. فطبيعي اي شخص هيطلع يرد. خلاص بقى الناس برضو اتخنقت. ما هو مش ممكن تشتم مصر كلها وتشتم الناس سواء رياضيين او سياسيين او ايا كان والناس دي اكيد هتسكت. ما خلاص بقى يعني بجد موضوع الاعراض ده بقى رخم، ونفس الكلام بيتقال ويتعاد ويتزاد ويتعمل وتهديدات. يعني خلاص بقى يا جماعه بجد الموضوع بقى رخم. وانا برضو عايز اوصل رساله، عشان في بعض الناس بتقعد تهاجم الناس اللي بتنزل وبتدافع عن نفسها. يا جماعه انت لو حد اتكلم على اسرتك وشكك في ذمتك او قال عليك ان انت حرامي وتاخد عمولات في وسط اهلك، انت هتبقى عايز اللي بيتكلم عليك ده تاكله. تخيل بقى انت بيتكلم على اعراض وبيطلعك ان انت حرامي وبيطلعك ان انت بتاع عمولات وبيطلعك ان انت انا اسف يعني والله الواحد مش عايز يقول اللفظ ده. الناس زهقت، الناس فعلا زهقت يا جماعه. ده احنا في اجواء كاس عالم. طبعا استاذ حسين لبيب رد واتكلم وكلام، يعني بصراحه انت فينك قصاد اولادك؟ يعني رغم ان اولادك كبار، فينك قدام احفادك؟ فينك قدام الناس اللي انت ماشي حواليها ان الناس كل واحد يطلع يرد عليك ويغلط فيك ويقل من كرامتك ويهينك؟ ما هو انت مش هتقعد تهين في الناس والناس هتسكت. بجد الموضوع بقى رخم بجد والله العظيم، الموضوع بقى رخم. حتى يعني اجواء كاس العالم اللي احنا متواجدين فيها والمفروض الناس كلها مبسوطه، حتى بعد مباراه مصر وبلجيكا اللي الناس فرحانه طلعت شتمت في الناس واتكلمت على ناس واتكلمت على كابتن محمود الخطيب واتكلمت على كل الناس ومش عارف يا مسؤول وكل شويه تهديد وتطلع تقول انا مش هسكت وانا هقول فاهم يا مسؤول. ايه يا عم في ايه؟ في ايه بجد بقى؟ الواحد اتخنق والله العظيم. الواحد نفسه يعيش اجواء كده رياضيه محترمه. يعني حتى الواحد نفسه يتفرج على كاس العالم. الناس عايزه تتفرج على كاس عالم، الناس عايزه تستمتع، الناس نفسها تتفرج على كوره. انت القناه بتاعتك دي ملهاش علاقه بالرياضه، فعلا ملهاش علاقه بالرياضه تماما والله، ملهاش علاقه بالرياضه. انت تصفيه الحسابات دي عندك يا عم قناتك على اليوتيوب، اطلع اتكلم. والناس المطبلاتين اللي موجودين عندك ويقعدوا يكلموك فين الكلام؟ انت عندك مشاكل الدنيا كلها،
ولا عارف تجدد ولا، وعامل مشاكل مع طوب الارض، وانت انت خاسر كل الناس. مين اللي هيقف معاك؟ وبتتكلم عن الرعاة. هتكلم اقسم بالله مين راعي من الرعاة يجي يخش يبقى راعي ليك؟ يا راجل ده لو شركة اتصالات، ايا كان مين الشركة، لو دخلت معاك عشان تبقى راعي، لو عملت معاها مشكلة تطلع تقول لهم بتاع الشركة دي معرفش ايه وايه عشان الواتساب مش شغال. ده حاجة بجد والله العظيم غريبة جدا. والنت فاصل ولو كلمت حد هيقول لك الراوتر اقفل الراوتر وافتحه تاني، هتغلط فيه وهتطلع تتكلم عليه على التلفزيون. فمين الراعي اللي هيخش يدفع لك فلوس وانت عمال تغلط في الناس كلها؟ انا طبيعي لو عندي شركة استثمارية وعايز استثمر، هروح للمكان الهادي، المكان اللي بيحترم العقود. انت لو اختلفت في العقود، لو اخروا عليك مبلغ، هتطلع تتكلم عليهم تقول لهم الواتساب الراوتر مش شغال والنت مش شغال وسحبتوا مني 150 جيجا. هتبوظ الشركه وهتضيع الشركات دي كلها. لو شركه اغذيه هتطلع تقول لهم البسكوت ما بيقرمش. والله. فمين يعني صاحب شركه هيخش راعي ويدفع لك مبلغ وهو ما عندوش ثقه فيك؟ عندك مشاكل الدنيا، خسرت الناس كلها، ما فيش حد بيدافع عنك. وشويه المأجورين اللي بيدافعوا عنك دول شويه لجان انت مظبطهم بالدليل ان ما فيش حد بيقول لك انت غلط. والناس اللي قاعده اللي مكسور عينيها في الاستوديو دول انت كاسرهم، ما بيتكلموش وبيقعدوا ما بيفتحوش بقهم، عمالين يعملوا كده بس. والله بجد الموضوع بقى بايخ. عايزين نتفرج على كوره، عايزين نسمع رياضه، عايزين نشوف النادي الاهلي ونادي الزمالك في المنافسات في الافريقيه متالقين. اتمنى ان انا اشوف نهائي ما بين الاهلي والزمالك في بطوله افريقيا. اتمنى ان منتخب مصر يرجع تاني ينافس على البطولات وياخد بطوله افريقيا، نوصل كاس عالم. احنا مش اقل من الناس مش اقل من المنتخبات مع احترامي ليهم ان احنا ما نروحش كاس عالم. عايزين نتكلم رياضه، عايزين نتكلم رياضه شويه. كفايه بقى، كفايه بجد. وصدقني كل حد هتتكلم عليه هيطلع يرد عليك وهيقل منك. ما انت مش هتقعد تغلط في الناس والناس هتسكت لك. بتمنى ليكم طبعا مشاهده ممتعه لكاس العالم، واستمتعوا يا جماعه بالكوره واتفرجوا على المنتخبات وكل واحد يتوقع يعيشوا الاجواء الرياضيه. كاس العالم ده ما بنشوفوش غير كل فتره. بتمنى ليكم التوفيق وصباحكم فل وايامكم كلها خير. تحياتي ليكم، ابراهيم سعد.